يا مسا الحب على أحلى جمهور في الدنيا كلها. وحشتوني جدا جدا من آخر قصة شفتوها وسمعتوها عندي هنا في القناة. وقبل ما نبدأ حابة أفكركم باللايك والاشتراك علشان كل ما نزل قصة حلوة من اللي قلبكم بيحبها يجيلكم إشعار بيها على طول. ولأن انتم واثقين فيا وعارفين إن القصة بتاعتي بتوديكم في حتة تانية خالص وبتاخدكم لعالم تاني. يلا بقى نسمي الله ونبدأ حكايتنا. بحبكم قد كده. من الصعيد الجواني، ومن قرية صغيرة، ومن بيت فقير. البيت من جوه كان مليان زغاريط، والناس كانت في كل مكان، والمأذون قاعد في النص. بابا العروسة كان قاعد على اليمين، والعريس وباباه كانوا قاعدين على الشمال. وبعد ما خلصوا كتب الكتاب دخل سعد بابا العروسة، واللي كان اسمها حسناء بطلة حكايتنا. كانت قاعدة حزينة بفستان الفرح وعليه النقاب. أول ما شافها كلمها وقال: يلا يا بنتي، العريس قاعد على نار، قومي معايا. أنا مش موافقة يا بابا. أيوة مش موافقة، وكفاية بقى لحد كده، حرام عليك. يعني ايه بتعصيني؟ عاوزة تفضحيني في البلد؟ قومي يا بنت نجري قدامي لحسن اقطع رقبتك وخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكي. اسمعي، وزي ما وصيتك اياك ثم اياك تقلع الهباب اللي على وشك ده، فهماني ولا لا؟ يعني لو طلب مني ان انا اقلعه هقول له لا؟ ايوه تقولي له لا، محدش يشوفك واصل، فهماني ولا لا؟ شدها من ايديها غصب عنها. حسناء في اللحظة دي كان لا حول ليها ولا قوة، كان ما باليد حيلة بمعنى أصح، وأخدها وخرج بيها لحد بره وعند العريس. والعريس اللي كان مستنيها في العربية، واللي أول ما شافها قال لها: ايه ده؟ ايه الهباب اللي على خلقتك ده؟ وقفت بصاله بره العربية وما كانتش طايقاه ولا طايقة طريقته في الكلام. كلمها تاني وقال: اتنيلي اركبي، وأول ما يتقفل علينا باب واحد عقابك هيبقى على يدي، ما أصلها جوازة سودا من الأول. يلا مستنية ايه؟ وفضل يزعق لها. ركابها خبطت في بعضها، اترعبت منه بمعنى أصح، وركبت العربية. ومفيش دقايق ووصلوا للسرايا. أول ما دخلت شدها بمنتهى العنف وأخدها وراه على الأوضة، وطلعوا الاتنين. أول ما اتقفل عليهم باب واحد اتكلم وقال: اسمعي، احنا الاتنين مغصوبين على بعض، واوعي تفكري ولو حتى في يوم من الأيام إن هدوب فيكي. انت عارفة ان سيرتك في البلد كلها دايرة ولفة، وانك مشوهة وشكلك يجري في الكلب الأقرب. بس الله يسامح أبوي، هو اللي غصبني على الجوازة المنايلة دي. حسك عينك يا بنت انتي تقلع الهباب اللي في وشك ده، ولا تسرعينا طب فيها ساكت. فضلت تعيط من كلامه اللي جرحها من كل ناحية. وما كانش بس كده، ده بدأ يقلع هدومه وفضل يقرب منها. كلمته وقالت: انت بتعمل ايه؟ ابعد عني يا حيوان. انت مش لسه حالا بتقول اني مشوهة وقعدت تتخيل عليا وعلى شكلي؟ لا، من التشوه ده ماليش اي علاقة بيه، انا كل اللي يهمني حاجات تانية. وشالها من مكانها وبمنتهى العنف رماها على السرير، وعمل كل اللي هو عاوزه وبمنتهى القسوة والوحشية. وبعد ما أخد كل اللي هو عاوزه قام وهو عاري الصدر دخل الحمام علشان ياخد الشاور بتاعه. فضلت قاعدة مكانها وقعدت تبكي جامد، حطت ايديها على خدها وقالت: يا نهار اسود ومنيل، ده مش بني آدم عادي، ده متوحش. ليه كده يا بابا تعمل في بنتك كده؟ منك لله أنا عمري ما هسامحك، وخصوصا من اللي شفته معاك من وأنا صغيرة واللي عملته فيا كل. قومي يا بنتي علشان نروح البلد كيف ما ابوكي قال. أنا مش عاوزة أروح البلد يا ماما، أنا عاوزة أفضل هنا، دراستي وحياتي كلها هنا. إزاي هتتنقل كده من يوم وليل؟ قومي وبطلي يا بنتي غلب، إحنا مش قد أبوكي. يلا يا حبيبتي، انت عارفة. ايوه عارفة قلبته عاملة ازاي. قومي يا بنت الله يرضى عليكي لحسن يتقلب علينا ووجعتنا تبقى كيف الطين. خلاص يا ماما أنا قايمة اهو. وقامت حسناء وحضرت الشنط مع أمها وخرجت وقفت في الصالة. اتكلمت مع باباها وقالت: احنا هنمشي امتى بقى؟ هنمشي دلوقتي، وقبل ما نمشي خد النقاب ده البسيه، وياكي تقلعيه من على خلقتك، فهماني ولا لا يا حسناء؟
ايه يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ نقاب ان شاء الله اللي هلبسه، انا لسه في اولى اعدادي. ازاي يعني الكلام ده؟ جرالك ايه يا سعد؟ البت لساتها صغيرة، كيف اللي بتقوله ده؟ اسكتي انت، ما اسمعش حسك واصل. يلا يا بت البسيه، اني مش عاوزة اتخانق وياكي، اني فيا اللي مكفيني. حسناء اخدت النقاب ولبسته زي ما باباها امرها بالظبط. اتكلمت وقالت: ايه ده يا بابا؟ انا مش شايفة اي حاجة، انت كمان قافل الجزء اللي بنشوف بيه. طب الكلام ده يعني ينفع؟ امشي انا ازاي دلوقتي؟ لا ما ينفعش، بس اني رايدك ده قدام انت وامك. يلا. طب واني يا سعد مش هلبس اني كمان النقاب؟ لا، انت خلقتك لوحديها تخوف، ومفيش فيك اي انوثة ولا اي اغراء قدامي. بتبصيلي ليه كده؟ داني احلى منيك ولا اني كذاب؟ النقاب قال. صفية بحزن اتكلمت وقالت: تشكر يا اخوي، يلا يا بنتي علشان ننزل تحت، اخواتك واقفين جنب العربية. ونزلت حسناء مع امها وابوها وراحوا في طريقهم على البلد. وبعد كام ساعة وصلوا البلد بالفعل. نزل سعد ووقف قدام الباب، اتكلم وقال: يلا يا بنتي خدي الشنط مني ودخليهم جوا الدار. الدار ايه يا باب؟ احنا هنسكن هنا؟ هو ده شكل بيت اساسا؟ ماله يا بنتي، ما هو جميل اهو. يلا يلا خدي الشنط دي ودخليهم، وبطلي عاد الكلام الماسخ ده. لا يا باب، كلام ماسخ ايه؟ مش معقولة اسيب القاهرة واجي اسكن هنا، لا طبعا مستحيل، لا يمكن ابدا. سكتي بنتك يا صفية، بدل ما اجيب اجلها ولا اقطع لها راسها. لا وعليا يا اخوي، يلا يا بنتي. وخدت حسناء ودخلوا على جوه جري. وبعد كام يوم حسناء اتكلمت وقالت: عملت ايه يا بابا في موضوع المدرسة؟ نقلت الورق هنا والحمد لله الورق اتجبل، وهتدرسي في المدرسة اللي على أول الطريق. طب الحمد لله، أهو اتنصفت في حاجة، ما يبقاش من كله عك. وسابت أبوها ودخلت جوه، قعدت مع أخواتها. وتاني يوم لبست هدوم المدرسة وجاية تخرج. وقفها سعد وقال: استني هنا، انت ايه اللي عاملة في خلقتك ده؟ هو أني مش قلتلك ما تقلعيش النقاب؟ ده اللي قلتلك عليه يا حسناء. نسيت يا بابا، هروح ألبسه حال. سعد بتحذير وهو ماسك ايديها جامد رد وقال: انت عارفة يا بنت لو النقاب ده اتشال من على وشك مرة تانية، او لو حد شاف خلقتك، قسما بربي لهموتك في يدي، فهماني ولا لا؟ حركت راسها بخوف واتكلمت وقالت: اخر مرة والله يا بابا، انا مش هنسى البسه صدقني، ولو عملت كده ابقى عاقبني زي ما انت عاوز، بس سيب ايدي. ماشي، يلا غوري من هنا، بس النقاب. سابته ودخلت تجري على جوه علشان تلبسه زي ما قال. صفية اتكلمت وقالت: حرام عليك، جرايه يا سعد، انت مالك كده؟ كابب نفسها على طول ومخوفها منيك. انت نسيت احنا فين يا ولية ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس احنا فين واللي في بالك فين؟ اخرسي، البت جاية مش عاوزها تسمع اي حاجة. وخرجت حسناء مع ابوها وراحت المدرسة بالنقاب. واول ما دخلت الفصل البنات فضلوا يضحكوا عليها وبصوت عالي كمان. الأولى كانت أمال اللي اتكلمت وقالت: عيب كده، جرى ايه منك ليه؟ تضحكوا على ايه عاد؟ أما سمر بنضحك على المشوهة اللي جاي ولابسالنا نقاب، ده أكيد شكلها يخوف. أمال ردت عليها تاني وقالت لها: وانت مالك ومالها، خليكي في حالك عاد أحسن. أني هروح أقول للمديرة إنك بتتنمري عليه، وانت عارفة المديرة بتعمل ايه في المتنمرين اللي زيك. لا وعلى ايه، الواحد مش حمل انه يتفصل علشان واحدة مشوهة كيف دي، بردك الحديد الماسخ ده. خلاص خلاص، اديني سكت. وفي اللحظة دي قعدت أمال جنب حسناء واللي كانت عمالة بتعيط بصوت عالي، وقالت لها: اهدي كده يا حلو، البنات هنا لسانهم متبري منيهم. أني اسمي أمال، الحلوة بقى اسمها ايه؟ أنا حسناء. جايلنا منين بقى يا حسناء؟ أنا من القاهرة، أم الدنيا، أهلا وسهلا بالجامعة. بس في سؤال كده بسيط، يعني اللي أعرفه يعني عن بنات مصر إن هم متحررين، مش منتقبات يعني زيك. هو أنت يعني بعد الشر عنيك مريضة ولا حاجة؟ لا أنا مش مريضة، أنا بابا طلب مني ما أقلعش النقاب أبدا، ويا كده يا ما هيموت، ومش عارفة ليه. قلتيلي تلاقيه متدين. بابا متدين يمكن. وفي اللحظة اللي كانوا بيتكلموا فيها دخل المدرس وبدأ يشرح. وبعد ما خلصوا اليوم الدراسي
روحوا مع بعض الاتنين. أمل اتكلمت وقالت: حلو جوي، أني ساكنة هنيه جنبيك، نبقى كل يوم نروح ونجي مع بعض. يلا تمام، عن إذن، مش عاوزة أتأخر، انتي عارفة بابا ودماغه. سلام يا حبيبتي. ودخلت حسناء على بيتها وهي لابسة النقاب. سعد اتكلم وقال: قلعت النقاب في المدرسة يا حسناء؟ لا والله يا بابا، حتى الولاد فضلوا يضحكوا عليا وتنمروا وقالوا كمان عليا مشوهة وبسبب النقاب ده، وانا ما قلتش اي حاجة ولا قلعته. جدعة يا بنتي، براو عليكي، ما تسمعيش كلام حد واصل. يلا دلوكيت ادخلي على اوضتك. وعدت سنة في التانية، ولحد لما خلصت حسناء ثانوي وراحت مع أمال تجيب النتيجة. أمل اتكلمت وقالت: ربنا يستر، دي باينها وجعتين. داني أبويا كان في الراحة والجاية يقول لي: يا دكتورة، أنا مش عارفة أصدمه كيف بالمجموع اللي أنا جايباه ده. عادي يا أمال، ما فيهاش أي حاجة يعني، ادخلي صيدلة أو طب بيطري، انت ما شاء الله مجموعك كبير. أمال انت هتدخلي ايه يا حسناء؟ أنا بصراحة مش عارفة، أنا طول عمري نفسي أكون دكتور، بس للأسف المجموع بتاعي ما يدخلنيش برضه، ما يدخلنيش غير بيطري زيك. يلا أهو نعالج البهايم مع بعض. أيوة على رأيك، خلينا كده في الجامعة سوا ومع بعض يا حبيبتي طول العمر. وفجأة وهما ماشيين جه حصان جاري وخبط أمال. شدتها حسناء بسرعة واتكلمت بمنتهى العصبية وقالت: انت غبي، انت ازاي بتجري كده يا حيوان انت؟ أمال بصدمة: اسكتي، انت هبلة ولا ايه؟ في حد بيغلط في العالم دي؟ وفي اللحظة دي وقف أسد بحصان وبص عليها ولف بالحصان وراح وقف قدامه. اتكلم وقال: مين اللي غلط فيكم؟ أمال بتوتر: مفيش حد غلط ولا حاجة، احنا نقدر. حسناء لسه هتتكلم وتقول: لا ما هو. أمال حطت إيديها على بقها بسرعة واتكلمت وقالت: مفيش حاجة يا باشا، اسكت الله يخرب بيت مطانك، احنا مش قد العالم دي. أسد بص بحدة على حسناء ومشي بحصانه وبعيدة عنه. أمل شالت إيديه. حسناء اتكلمت وقالت: جرى إيه؟ انت ازاي خوفة كده؟ جرى إيه متخلفة انت؟ ده كان هيموتك بالحصان بتاعه. بقولك إيه، أنا مسامحة، دول عالم مفترية وظلم وانت مش جدهم يا روحي. يلا على دارك وبشري أهلك بالنجاح. مبروك يا قلبي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة، ومبروك علينا النجاح احنا الاتنين. حسناء أول ما دخلت البيت سعد اتكلم وقال: أمان يا بنت، عند خبر ليكي، إنما إيه، مليح جوي جوي. هو أنت عرفت يا بابا؟ عرفت إيه؟ مش فاهم. أنا نجحت وجبت 97%. نجاح إيه وبتاع إيه؟ أنا جايب لك خبر أحلى مني بكتير. انت جايلك عريس يا بنتي زين جوي، وأني وافقت. عريس إيه يا بابا؟ وتوافق إزاي ومن غير ما أشوف ولا أعرف؟ من غير ما تشوفيه ولا تعرفيه، إحنا حدانا هنا في الصعيد مفيش الكلام ده، ومفيش عندنا بنات بتشوف عرسان عاد. المهم العريس جاي بالليل علشان يقعد معاكي، إياكي ثم إياكي تقلعي النقاب. انت فاهمة ولا لا؟ يعني النقاب ولبسته غصب عني وأنا صغيرة، وكمان الجواز غصب عني؟ انت بتعمل كده ليه يا بابا معايا؟ سيبني اختار مرة في حياتي واكون على راحتي، مش كله أوامر أوامر كده. ده اللي عندي، مفيش كلام تاني، مفهوم ولا لا؟ تمام يا بابا، اللي انت شايفه. وسابته ودخلت وراحت على أوضتها، قعدت تعيط جامد. وبعد شوية دخلت صفية عليها وقالت: انت لساتك بتعيطي يا بنتي؟ بكفاياكي بقى. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انا هفضل في الظلم ده كتير ولا ايه؟ حرام عليكم. ايوه، طالما انك بنت سعد المتولي يبقى تتحملي، احنا مش قد شره. حسناء افتكرت كلمة أمال وقالت: أنا فعلا مش قد شر حد. وبعد شوية خرجت حسناء وفي إيدها العصير، وأول ما دخلت الصالون وشافت العريس وقعت منها الصينية وقالت: يا نهار اسود، هو أنت؟ سعد بغضب: في إيه يا بنتي؟ في إن البني آدم ده كان هيدوسنا بالحصان بتاعه، ماشي بيه بسرعة كبيرة ومش همه أي حد خالص. أنا مش قلتلك يا أسد ما عودتش تجري بالحصان كده؟ انت ليه ما بتسمعش الكلام؟ أنا حر يا بوي، أعمل اللي أنا رايده ومحدش هيحكمني عاد. سعد دخل ما بينهم في الكلام وقال: خلاص يا ولدي، اعمل اللي يريحك. هو ايه ده يا بابا؟ اخرسي بقى ويلا غوري على اوضتك. سابتهم حسناء وجرت على اوضتها وهي زعلانه من طريقه ابوها معاها. وتاني يوم جه اسد وابوه
ومعاه المأذون، وكتبوا كتب الكتاب على طول. حسناء اتكلمت وقالت: يعني خلاص يا ماما أنا هتجوز البني آدم المغرور ده؟ معلش يا بنتي، حكم الجوي، هقولك ايه، ربنا يسامح ابوكي في اللي بيعمله فيكي. واتكتب كتب الكتاب، وبعدها دخل سعد وقال لبنته: يلا يا بنتي، جوزك واقف بره الدار يستناكي، قاعد في عربيته على نار. يلا يا عروسة. جوزي؟ ايوه جوزك، يلا يا حبيبتي، ربنا يوفقك معاه. وخرجت وقفت قدام العربية وهي حزين. أسد بصوت حاد: يلا تعالي اركبي، انت هتفضلي واقفة كده كتير؟ اتخضت حسناء وركبت معاه في العربية وراحوا على السراي. وأول ما دخلوا لقوا سالم وهنية واقفين بيستنوه. سالم اتكلم وقال: مبروك يا عرسان، ربنا يوفقكم. أما هنية: ايه ده، انت هتفضلي لابسة النقاب ده كده كتير؟ ما تقلعيه علشان نشوف خلقتك العفشة. أنا مش هرد عليك علشان انت ست كبير. ايه ده، انت كيف بتتحدثي مع امك ده؟ عقلك خف ولا ايه؟ هي اللي غلطت فيا، مش انا اللي غلطت فيها على فكرة. سيبها يا اسد، بنت جليلة الرباية، كيف اللي خلفتك؟ هو انت تعرفي اللي خلفتني علشان تقولي كده ازاي يعني؟ سالم بحدة دخل في الكلام فورا وقال: خلاص بقى، خد مرتك يا اسد واطلع على اوضتك يا ولدي، ربنا يهدي سركم. يلا يا بت، اطلعي قدامي. وانا اعرف المكان ده ازاي يعني؟ بشم على ظهر ايدي. اطلع انت الاول. وطلع اسد وراح على اوضته وهي كانت وراه، وبعدها راح وقفل الباب. قال بحدة: بص بقى يا بنت الناس، انا عارف ان خلقتك عفشة والبلد كلياتها عارفة الكلام ده، مش انا لوحدي. بص بقى، البتاع اللي على خلقتك ده حسك عينك تشيليه، انا مش ناقص جرف وما بحبش اشوف اشكال عكرة في وشي. على فكرة انا مش هرد عليك اصلا. وسابته وراحت قعدت على الكنبة. اتصلت بأمال صاحبتها وقالت: ايوه يا أمال، انا معرفتش ان اكلمك واقولك انا هعمل ايه، بس انا اصلي اتجوزت. أمال بصدمة: ايه؟ اتجوزتي؟ كيف ده؟ وليه ما قلتليش يا جليلة الأصل؟ انا زيك على فكرة، انا متجوزة غصب عني، انا معرفش اني هتجوز غير اما سبتك ودخلت البيت بتاعنا. قرب منها أسد وأخد منها الموبايل وقفله. اتكلم وقال: بقولك ايه، انا مش ناقص صداع، حسك عينك تفتحي المحمول ده ولا تتحدثي فيه مع حد هنا، مفهوم ولا لا؟ حسناء قامت ووقفت بحدة وقالت: على فكرة مش من حقك انك تاخد مني الموبايل كده. لا حقي، أنا جوزك وحر وأعمل كيف ما أحب. قال لها كلمتين وصابها وخرج. وطلعت على الكنبة نامت عليها، وبعد شوية صحيت على صوت فتح الباب. قامت مخضوضة ولبست النقاب بسرعة. دخل أسد وهو بيتطوح، اتكلم وقال: ايه ده، انت لساتك صاحية؟ أعوذ بالله. ايه ده؟ انت شارب؟ ايه اللي مخليك بتتطوح يمين وشمال بالطريقة دي؟ انت سكران؟ شش، ما اسمعش حسك، اخرسي. كتك القرف وكمان خمرجي. أماني جرف، انت ايه، عفشة؟ أنا مش عارف أبويا ليه صمم إن أنا أتجوزك، أنا حاسس إنه بينتقم مني بيكي. ده أنا اللي في بلاء والله العظيم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وراح بسرعة ناحية السرير وهو بيقول: أنا مش طايقك يا بنت عاد ولا جابلك. وقال كلمتين وراح في 7 نوم. نام بهدومه على السرير. وتاني يوم صحي من النوم لقاها قاعدة بتتكلم مع أمال في الموبايل. قام وقف قدامها وقال: أنا مش قولتلك مفيش حديد عاد؟ هو أنا مش كلمتي هتتسمع هنيه ولا إيه؟ يعني أخد المحمول ما تشوفوش تاني عاد؟ معلش يا أمال، أنا مضطرة أقفل دلوقتي، سلام. وقفلت الخط. كلمت وقالت: ها، أي أوامر تانية؟ نزل هاتيلي الفطور، أنا جعان. أنا مش نازلة في حتة، واللي أنت عاوزه تعمله اعمله، عاوز تنزل انزل أنت. جرايه، هو أنت أهلك معلموكيش عاد تتحدثي كيف مع جوزك؟ لا، شفت بقى، أنا أصلا أجرف إني أفطر من يدك، أكيد يدك عفشة كيف خلقتك. قال لها كلمتين وسابها وخرج. أخدت الموبايل علشان تكمل كلام مع صاحبتها. وتاني يوم بالليل كانت قاعدة بتلعب على الموبايل، فجأة سمعت صوت زعيق جامد كان جاي من بره. خرجت تجري علشان تشوف فيه ايه. لقت سالم بيزعق وبيقول: هو انت حالك ده مش ناوي يتصلح يا اسد؟ انا قلت لك تتجوز واحدة منقبة عشان يتصلح حالك. اقول ايه،
ديل الكلب عمره ما يتعدل واصل. أما أسد اللي كان بيطوح يمين وشمال: في ايه يا بوي؟ انت كل حاجة تتحكم فيا كده؟ هو أنا عملت ايه في دنيتي علشان تشغلني كيف ما انت عاوز وتجوزني غصب عني؟ بنت عفشة ارحمني بقى، أني كرهت حياتي بسببك يا بوي، وأني ما عرفتش أربيك يا أسد. ماشي يا بوي، انت فعلا ما عرفتش تربيني، تصبح على خير. أني طالع للعفشة اللي فوق وربنا يصبرني. عفشة؟ ليه؟ هو انت لساتك ما شفتش مرتك يا ولدي؟ جرى ايه؟ ما لمستهاش؟ ايوه، لساتي ما شفتهاش ولا عاوز اشوفها ولا المسها، دي خلقة عفشة. يا مرك يا هنية، انت كده يا ولدي هتفضحنا في البلد. أنا طالع أنام ومش عاوز أسمع حديد ماسخ عاد. ودخلت حسناء بسرعة على جوه علشان ما يشوفهاش، ولبست النقاب. كان هو فتح الباب ودخل وقال: ايه لبست النقاب عاد؟ ايوه انت كده صح، أنا مش عايز أشوف خلقتك دي واصل. وقرب منها. رجعت حسناء لورا، اتكلمت وقالت: هو انت بتقرب مني كده ليه؟ انت ايه، اتجننت؟ ايوه اتجننت. عارفة ليه؟ لأني قررت إني أخلي الجواز حقيقي علشان ما اسمعش كلام ماسخ تاني عاد. حسناء بخوف ورجلها اللي كانت بتخبط في بعض: إيه انت بتقول ايه؟ لا لا لا، استحالة يحصل حاجة، انت مش هينفع تبقى جوزي، احنا متجوزين على الورق بس. وفي اللحظة دي النور قطع. أسد اتكلم وقال: شفت بقى إرادة ربنا؟ أهو أني بقى بحب الضلمة جوي جوي علشان ما اشوفش خلقتك العفشة. وتاني يوم قامت من النوم، لبست النقاب وهو كان نايم، راحت على البلكونة وقعدت على الأرض وحضنت نفسها وقالت: أنا مش عارفة اللي بيحصل لي كده، وكل ده ليه؟ عملت إيه؟ أنا مش فاهمة إيه الحكمة في كده، بس أنت أكيد بتحبني يا رب ومش رايد لي حاجة وحشة. ودخل أسد عليها البلكونة في اللحظة دي، اتكلم وقال: جرى ايه؟ انت بتتحددي مع حالك كمان؟ وبصت عليه وعينيها كانت كلها دموع. ورجعت بصت قدامها تاني، اتكلمت وقالت: انت عاوز ايه تاني مني؟ وعاوز منك ايه؟ اوعي تفكري حالك اني هموت عليكي، لا، انا اللي خلاني اعمل كده هو حديد امي، وان البلد ما تتكلمش علينا ولا سيرتنا تبقى على لسان حد. وخرج أسد من البلكونة وقتها ورفعت النقاب وفضلت تنهج جامد من كتر ما هي مخنوقة. وبعد يومين أمال اتصلت عليها وقالت: ايوه يا حسناء، انت فين؟ انا قدام السراي، تعالي ادخلي، انا هغير هدومي بسرعة ونازلالك. وقفلت الخط ولبست الإسدال وعليه النقاب ونزلت بسرعة تحت. لقت أمال داخلة وهي بتبص حواليها بانبهار. حسناء جريت عليها وحضنتها جامد وكانت بتعيط جامد ومتأثرة. كلمت وقالت: وحشتني قوي يا أمال، انتي ما تعرفيش انا كنت محتاجة لك قوي ازاي. اهدي يا حبيبتي، انت لساتك عروسة فالعفش. كيف يعني عروسة وبتبكي؟ ده لو حد شافك دلوقتي هيقول عليكي ايه؟ اسكت يا حزين. عروسة؟ انا مش عارفة انا طوعت بابا ازاي، يا ريتني كنت عملت في نفسي اي حاجة ولا اني اتجوز البني ادم الحيوان ده. سمعت صوت أسد وراها بحدة وهو بيقول: مش عيب تقولي كده لصاحبتك وتغلطي فيا؟ أمال بخوف: إيه، هي ما تقصدش، دي بتهزر. ودخل سيف أخوه في اللحظة دي وقال: في ايه يا جماعة بتزعقوا ليه كده؟ أسد قرب من حسناء وقال بحدة: حضري حالك النهاردة كمان يا عروسة، هنعيد اللي حصل من يومين. حسناء بدموع: انت ايه؟ انا عملت لك ايه علشان تعمل معايا كده؟ اهدوا كده يا جماعة، في ضيوف هنا ما ينفعش اللي بتعمله دعات. انا همشي دلوقتي يا حسناء، والحمد لله اني اطمنت عليك. هو انت كده اطمنتي عليا يا امل؟ على العموم انا عاوزاكي تروحي لبابا وتقولي له بنتك بتقولك انها مش مسامحاك خالص في اللي انت عملته فيها ده. سيف اتدخل تاني في الكلام وقال: اهدي يا خيتي، وانت يا قمر اوعاكي تقولي حاجة كده لابوها لحسن يقلق عليها. امل ابتسمت للكلمة اللي قالها لها وردت وقالت: لا اطمن، انا مش بوصل غير كل خير، عن اذنكم انا لازم امشي دلوقتي. اسد قرب من حسناء وشالها مرة واحدة. حسناء بصوت عالي اتكلمت وقالت: ايه ده؟ نزلي لو سمحتي، عيب كده، صاحبتي واقفة، انت ايه يا بني ادم، مش محترم ولا ايه؟ انا هعرفك دلوقتي مين اللي مش محترم يا وكلة ناسك. امال بصت بصدمة عليهم
وبعدها بصت على سيف وقالت أنا لازم أمشي بالإذن. استني كده، انت ملحقتيش تشربي حاجة، عيب تبقي في الدار وما تشربيش حاجة عندنا. لا، مرة تانية بالإذن. وخرجت أمال وسيف عينه عليها، وهي خارجة عينه ما اتشالتش من عليها ولحد ما اختفت. وتاني يوم سيف شاف حسناء قاعدة على السفرة وما كانتش بتاكل. قعد جنبها اتكلم وقال مالك كده، مش بتاكلي ليه؟ انت زعلانة ان جوزك سهران بره؟ لو عاوزة تاكلي معاه أنا ممكن أقول لأمي تفكها منيكي علشان تاكلي معاه. حسناء بصت له بحزن واتنهدت وقالت أنا اتخنقت وعاوزة أمشي من هنا. أنا مش فاهم قصدك. أنا هقولك على حاجة، أبويا جوازك لأخويا علشان عاوز حد يغيره للأفضل، ما يفضلش كده سهر وخروجات وسكر. بس أنا حاسس إن أسد هيتغير. ما يهمنيش يتغير ولا ما يتغيرش، أنا تعبت منه ومن كلامه ونظرة أمك. شوف قاعدة هناك بتبصلي إزاي وكأني أكلت ورثها. سيف ضحك بصوت عالي ورد وقال هي أمك ده عصبية شوي. بقولك إيه، ما تسيبك من السيرة دي وتكلميني شوية عن صاحبتك اللي اسمها أمال، انت رأيك إيه في أخلاقها؟ حسناء باستغراب ليه؟ أصلي بصراحة أنا معجب بيها، ومن أول نظر حسيت كأنها شدتني مش عارف ليه. حسناء بابتسامة انت بتتكلم بجد؟ يعني انت ممكن تتجوزها وتيجي تعيش معانا هنا؟ حالك حالك، أنا لساتي بتعرف عليها. عادي يعني، ما أخوك اتنيلت اتخانقت معاه الظهر، اتقدم لي العصر، قعدنا مع بعض المغرب واتجوزني العشاء. سيف قعد يضحك بصوت عالي على كلامها واللي قالته، وفي دخلة أسد بص عليهم الاتنين لقاهم الاتنين بيضحكوا. قرب منهم اتكلم وقال تضحكوا على ايه؟ ما تقولولي يمكن اضحك معاكم. انت ايه اللي جابك؟ اقصد انت جيت بدري ليه؟ ما كنتيش عاوزة تشوفيني عاد؟ مش القصة يعني، بس انت يعني غريبة مش سكران. ملكيش صالح بيا عاد، ويلا اطلعي على فوق وانا جاي وراكي. قامت وقفت. سيف قال لها نكمل كلامنا بكرة، ما تنسيش تنزلي علشان نقعد سوا. ان شاء الله. أسد بحدة اتكلم وقال أنا مش قلت لك اطلعي على فوق؟ يبقى تسمعي الكلام. اتنهدت بضيق وراحت على السلم وطلعت على أوضته. طلع أسد وراه، قفل الباب بمنتهى القسوة والوحشية ووقف قدامها اتكلم وقال انت ايه اللي نزلك تحت؟ انت عارف ان الأكل بمواعيد هنا، ووالدتك طلبت مني أنزل أتعشى ونزلت لأني بخاف منها. نزلتي علشانها برضك ولا علشان الأستاذ سيف؟ ابتسمت من ورا النقاب لأنها حست إنه غيران عليها. اتكلمت وقالت معرفش، عن إذنك. وجت تمشي، شدها بقوة من إيديها. اتكلم وقال أنا لساتي ما خلصتش كلامي وبتحدث، انت ايه اللي خلاك تسيبيني كده وتمشي؟ لو انت عندك استعداد لخناق فأنا والله ما ليا نفسي لأي حاجة. تصبح على خير. وسابته وراحت نامت على الكنبة كالعادة، وهو راح نام على السرير. وتاني يوم نزلت وقعدت تتكلم مع سيف. نزل أسد ولقاهم بيتكلموا سوا وبيضحكوا قوي. فضل واقف باصص عليهم بغضب، وهي شايفاه من ورا النقاب وفرحانة فيه كمان ومن نظرات الغيرة اللي في عينيه. سيف اتكلم وقال أنا ملاحظ إن أسد مراقبني. ما أنا واخدة بالي على فكرة. طب هتعملي إيه في اللي قلتلك عليه؟ أنا هطلع أكلمها في الموبايل تيجي تقعد معايا شوية وهو تتعرفوا على بعض أكتر، وإن شاء الله خير، علشان أنا عاوزاها تبقى معايا هنا. تمام، على خيرة الله. يلا قبل ما جوزك يجي وهيكسر دماغنا احنا التنين. شوفي بيبص علينا ازاي، الشرار بيطج منه. ماشي سلام. وراحت بسرعة على السلم، طلعت جري وطلعت على الأوضة. كلمت أمل في الموبايل. وتاني يوم صحت وجت تفتح الباب لقته مقفول بالمفتاح. راحت في اللحظة دي تصحي أسد وهي متعصبة وبتقول انت يا أستاذ افتح لي الباب، أنا عاوز أنزل لصاحبتي. أسد فتح عينيه وقال لا مش فاتح. مش فاتح ازاي بني آدم انت؟ ليه بقى ان شاء الله؟ أنا حر. هأرجوك ما ينفعش كده، صاحبتي قاعدة تحت تقول عليا ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ أسد قام وقعد على السرير وقال بعمل كده لأنك عاوزة تنزلي تقعدي مع أخويا، صح ولا لا؟ ايه تقعدي مع أخويا دي؟ هو انت مفكر ايه؟ أما الأمال اللي قاعدة تحت دي جاية تقعد معايا مثلا؟ ما هي جاية تقعد مع أخوك واللي عايز يتعرف عليها أكتر علشان يخطبها.
وفي اللحظة دي أسد عقد حواجبه وقال: أخويا أني يخطب البت المعفنة دي. احترم نفسك وما تقولش كده على صاحبتي، انت فاهم ولا لأ؟ لا مش فاهم، وريني كده بقى، هتفهميني كيف؟ معلش افتح لي الباب، عاوزة انزلها لو سمحت. بتعرفي تتميع يا بنت سعد الجربان وصفية اللي شبه، ولا بلاش عشان حرام؟ الا صحيح، انت طالعة عفشة لابوكي ولا لأمك؟ اكيد لأمك، لان ابوك احلى منيها. انا مش عارف كيف هي مش منتقبة، دي خلقيتها تخوف كيف العفاريت. حسناء سرحت جامد وقالت بصوت مسموع: لا شبه ده ولا شبه ده، انا خلقة تانية غيرهم خالص. ايوه، ما هي اكيد خلفتهم مش هيجي من وراها غير خلقة عفشة. استغفر الله العظيم. وبتستغفر ليه؟ على اساس انك بتخاف من ربنا يعني؟ انا بخاف من ربنا غصب عنيكي. وبعد كل اللي بتهبب وكل الصفات اللي فيك دي وفي الاخر بتخاف؟ غريبة والله. تقصدي ايه؟ اقصد بقى ان تخلي عندك من الاحمر وتقوم تفتح لي الباب. هي قمر يا اللي مفيش حد في جمالك. اكيد مفيش حد في جمالي، تارية براحتك. وقام وفتح الباب وخرجت. نزلت تجري على تحت، لقت امال صاحبتها واقفة، وكانت طبعا مع سيف، وفي الجنينة مع بعض وبيتكلموا. سيف اتكلم وقال: يعني انت خلاص راح تقدمي في الجامعة الاسبوع الجاي؟ ايوه، اني هبقى دكتورة بيطرية وجد الدنيا كمان. يعني ما تقدريش انك تقعدي كيف صاحبتك من التعليم وتربي الولاد وتعلميهم وخلاص؟ والله على حسب، لو جاني نصيب وحد مليح، ده نسيب الدنيا كلياتها علشان. يعني لو تقدمتلك توافقي تسيبي الجامعة وتبقي معايا انا وبس؟ امال بصت له بصدمة وقالت: هي حسناء فين؟ حسناء ضحكت، قربت عليهم وقالت: انا وراكم على فكرة. سيف اتكلم وقال: هو انت واقفة من زمان؟ من اول ما كنت هتتقدم لها وتسيب الجامعة. المهم يا استاذ سيف، روح انت وسيب لي صاحبتي الحلوة اتكلم معاها. تمام ماشي. حسناء بتلف براسها، لقت اسد واقف في البلكونة وبيبص عليهم. وقتها بس ابتسمت وقالت: تعالي ندخل جوه يا امان. ودخلت جوه، قعدت مع صاحبتها وفضلوا يتكلموا على سيف. وبعدها مشيت امان، وسيف طلب من اهله انهم يروحوا معاه عشان يتقدموا لامان. اهل امال وافقوا، وتحددت الخطوبة بعد شهر. وبعد مرور الشهر لبست حسناء فستان رقيق أسد جابهولها، كان لونه لون السما. وقفت قدام المراية وهي فردة شعرها على ظهرها وبتبص على شكلها في المراية وفرحانة بالفستان وبتلف بيه كمان. خبطت في أسد وقفها بصدمة وقال: ايه ده؟ انت مين؟ وكيف بتلبسي الفستان اللي جبته لمرتي؟ في اللحظة دي حسناء حطت ايديها على وشها وكانت مصدومة. أنا نسيت وهلبس النقاب حالا. وراحت تجري على النقاب ولسه جاية تلبسه، شدها من ايديها وبص في عينيها وقال: معقول انت حسناء؟ والله انا اخر مرة هقلع النقاب، انا بس كان نفسي اشوف نفسي في المراية، انا اسفة. اسفة ايه؟ ده انا اللي اسف. وهو انت ليه كنت بتلبسي النقاب ده اصلا؟ ده انت جميلة قوي، انا ما تخيلتكيش كده واصل. ده البلد كلياتها عارفة انك مشوهة وعفشة كمان. بابا هو اللي صمم وقال لي اني لازم البسه، ده حتى لبسهولي من وانا صغيرة قوي. انا كنت في القاهرة متعودة بمشي في شعر، بس لما جيت هنا امرني ان البسه وما اقلعوش ابدا، وكان دايما يهددني. يا خسارتك في النقاب، ده انت اجنبية. تعرفي عينيك وشعرك نفس لون عينين وشعر حد انا بعزه. يلا ربنا يشفيه. بس استني كده، انت كيف مش شبه ابوكي ولا امك ولا حتى اخواتك؟ بابا بيقولي اني شبه جدتي، كانت عينها زرقاء وبيضة كده زي. المهم خلاص بقى علشان الحق البس، علشان نلحق نروح الخطوبة وما نتأخرش. بقولك ايه، ما تيجي ما نروحش الخطوبة ولا كلام فارغ من ده، ونقعد النهاردة احنا التنين مع بعض. يا سلام، واقعد معاك بصفتي ايه يا استاذ اسد؟ انا متجوزك غصب عني وانت كمان متجوزني غصب عنك، فياريت بقى تبعد كده. وبعدين انت شفت وشي يبقى خلاص. لا ماشي، طب يلا جهزي علشان نروح الخطوبة، مش عاوزين نتأخر. ايوه كده اتعدل. ايه ده؟ انت كمان عندك غمازات؟ اللهم صل على النبي. ايه هي الغمازات كمان مصيبة اليومين دول ولا ايه؟ لا، اجهزي يلا.
وأنا هنزل تحت استناكي ولا أقولك أنا هقعد هنا هستناك تخلصي. وفضل قاعد على السرير عمال يبص عليها بإعجاب ومشالش عينه من عليها وهي بتلبس النقاب. وبعد ما خلصت وقفت قدامه وقالت يلا بينا أنا جهزت وخلاص. ونزلوا سوا وركبت العربية جنبه وراحوا الخطوبة. وطول الحفلة قاعد يبص عليها ولحد ما قام مرة واحدة وراح مسك ايديها واخدها وخرجوا بره. اتكلمت وقالت هو انت ازاي تمسك ايدي كده؟ على فكرة ما يصحش اللي بتعمله ده. تاجي نروح اي مكان نقعد فيه سوا احنا التنين؟ ولا اي حاجة من اللي في دماغك دي يا استاذ اسد؟ أنا مفيش أي حاجة في دماغي، انت أكيد اللي في حاجة في دماغك. ايوه فعلا انا عاوزة اروح المكان اللي انت بتروحه كل يوم وترجع سكرانتين وتيجي تفوق علي. طب انت عاوزة تروحي هناك ليه؟ مش فاهم أنا يعني. عشان اشوف الاشكال القذرة اللي انت بتقعد معاهم، اكيد فيهم بنات صح؟ أنا هاخدك من يدك ونروح على الدار. أنا فعلا غلطان أما قلتلك نقعد في مكان لوحدينا. وسأل العربية ورجعوا على السرايا. بس أول ما وصلوا أسد شاف المكتب بتاع أبوه منور. وقتها قال أبوي شكله هنا، اطلع انت فوق وأنا هروح أشوفه في إيه ماله، إيه اللي خلاه يسيب الخطوبة ويجي هنا. حركت راسها وطلعت على أوضتها وهي فرحانة. أسد قرب من المكتب سمع صوت سعد والد حسناء بيقول أنا سمعت كلامك زمان وخدت بنتي وهي لساتها لحمة حمرا وأخدتها من أمها وقلت لها إني رميتها في البحر وأخدتها وهربت على مصر. وأما رجعت هنا تاني رجعت علشان أخد حق بنتي من أمها. اسمع يا سعد، انت أخدت اللي يكفيك انت وبنتك وزيادة، وطول الفترة اللي فاتت دي ما كفاكش كل ده يا سعد؟ لا ما كفانيش. أنا المفروض بنتي ليها حق في كل جنيه. ايوه كل جنيه معاك في جيبك، حتى السرايا دي ليها حق فيها. أنا جيت زمان على خايتك وقهرتها وسمعت بعد اللي حصل إنها تعبت واترمت كمان في مستشفى المجاذيب وإنك استوليت على كل حاجة، وكل ده حصل من خوفي منيك. بس ده كان زمان يا سالم بيه، وقبل ما بنتي تكبر. هي دلوقتي كبرت وشدت حيلها. أنا ممكن أخليها دلوقتي تروح تعمل تحاليل وهتثبت إنها بنت أختك وتاخد كل حاجة بالقانون وما يجراش أي حاجة. هتحبس لي سنة ولا 2 بس هرجع على جبتي معاها ملايين. يبقى وقت ما تعمل كده يا سعد أنا هكون مموتك بيدي، فاهم ولا لا؟ ومش بس كده، هموت بنتك قبليك. أنا جوزتها لولدي عشان انت طمعت وقلت عاوز البنت تضمن حقها هني في السراي، وغضبت على ولدي بسببك انه يتجوزها. في اللحظة دي أسد فتح الباب ودخل. الاتنين اتصدموا لما شافوه. سالم اتكلم وقال ده كيف يا ولدي بتدخل كده من غير استئذان؟ ولدك ايه يا بوي؟ انت ما خفتش من ربنا وانت بتاكل حق خيتك وتحرمها من بنتها للدرجة دي؟ الجسوة دي كلها في قلبك؟ ما صعبتش عليك خيتك وهي مرمية كده في المستشفى؟ ما صعبتش عليك اي لحظة حلوة عدت عليكم انتوا التنين؟ بتعمل كده ليه يا بوي؟ ده عمتي كانت بتحبك وبتحبني، كل ده علشان الطين والفلوس تعمل في خيتك كده؟ أنا مش مصدق حالي. أنا قلت لها يا ولدي ما فيش عندنا بنات بتورث حاجة، هي اللي صممت تاخد أرضي واللي أبوي سابها لي وبتقول إنها حقها من ميتة، والبنت هنه ليها حقوق بتخالف شرع الله يا بوي. ربنا اللي قالك ده وللذكر مثل حظ الأنثيين، ما قالش الذكر يورث والبنت لا. على العموم يا بوي أنا مش هجادلك ولا هقولك أي حاجة، دي حياتك أنت وخيتك أنت. بس إن سمحت مرتي محدش يتحدث عنيه، ومن دلوقتي أني بس المسؤول إن رجع لها حقها ومنيك يا بوي. وسابهم وخرج. مشي برا السراي، ركب عربيته وراح يسهر مع أصحابه كالعادة. أما فوق عند حسناء غيرت هدومها وقعدت على الكنبة علشان تستناه، وبصت للساعة لقتها اتأخرت قوي وفضلت سهرانة لحد ما راحت في النوم. وفي صباح يوم جديد صحيت لقته داخل سكران. وقتها راحت وقفت قدامه وقالت بغضب انت ايه مش هتتغير يا بني ادم؟ انت رجعت للسكر والقرف ده تاني؟ بقولك ايه، انا تعبان وعاوز انام. انسى كل حاجة دلوقتي يا حلوة واوعك ده من وش احسنلك. وراح على السرير ونام بهدومه، مدريش بأي حاجة، راح في عالم تاني.
رجعت نمت على الكنبة بحزن وقالت مفيش أمل فيك يا أسد، مفيش أمل. وتاني يوم صحيت من النوم، اتكلمت وقالت هو في إيه؟ إيه؟ بصحي مرتي حبيبتي، عندك مانع؟ مراتك وحبيبتك؟ هو ريشة حمامة في وشي؟ لا بصراحة كده كتير، الظاهر كده القرف اللي انت بتشربه لسه مأثر عليك. وفجأة حست بألم في معدتها، جرت بسرعة الحمام وفضلت ترجع، وبعدها خرجت لقت أسد واقف بيقول هو في إيه؟ انت مريضة؟ أجيب لك الدكتور؟ لا ملوش لزوم. يا معدتي مش قادرة. في إيه؟ ما تجلجنيش، معدتي بتوجعني قوي وما عدتش قادرة أتحمل. طب تعالي نروح للدكتور. على أساس إنك قلقان عليا يعني؟ على العموم ماشي، أنا مش قادرة، بس هنضطر نستنى شوية لأن مفيش حد فتح دلوقتي. هطلع لك حباية للمعدة دلوقتي هتسكن لك الألم على بال ما الدكتورة تاجي. وبالفعل عمل اللي قالها عليه، وشوية كمل كلامه وقال لها أنا كنت عاوزك في مشوارك ده، وبعد كده نروح للدكتور. مشوار إيه؟ دلوقتي هتعرفي. يلا بقى غير خلاجاتك دي ويلا بينا. حركت راسها بماشي وراحت وقفت قدام الدولاب. وقتها جه وقف جنبها وقال البسي ده هيكون عليكي حلو جوي. حسناء بصت له وقالت بس أنا مش بحب الألوان الفاتحة، أو بمعنى أصح مش بلبسه لأني اتعودت على الأسود. هو مين اللي جايب الهدوم دي؟ من النهاردة انت هتلبسي الألوان الفاتحة كلياتها والغامقة دي لا انسيها، انت لسه صغيرة، مفهوم ولا لا؟ قال لها الكلام بمنتهى النعومة. حسناء ابتسمت وقالت هو في ايه؟ أسد في اللحظة دي حط ايده على وسطها وقرب منها وبص لعينيها وقال مش انت مرتي؟ يعني أظن انه عادي يعني ان امدح فيكي، لا هو عيب ولا حرام. اتكسفت وبعدت ايده عنها واخدت الدرس ودخلت غيرته في الحمام. وبعد شوية خرجت من الحمام ونزلوا راحوا على المستشفى سوا. حسناء اتكلمت وقالت أنا مش فاهمة بصراحة، أنت جايبني هنا ليه؟ ومين الست دي؟ أنا هقولك على كل حاجة وأرجوكي اوعي تتدخلي ولا تقاطعيني في الكلام. وفضل يحكي لها على كل حاجة. حسناء بصدمة أنت أكيد بتهزر صح؟ قول إنك بتهزر يا أسد، مش معقولة يعني الست دي تبقى أمي؟ أنت بتضحك عليا. حط إيده على بقها اتكلم وقال صدقيني أنا مش بضحك عليكي، أبوكي وأبوي اشتركوا سوا في اللعبة الدنيئة دي وقدروا إن هما يدمروها زي ما انت شايف. أنا مش فاهمة أي حاجة، جوزها وأخوها؟ طب إزاي؟ وليه؟ أنا كنت طول عمري حاسة إن صفية دي مش أمي، مع إنها كانت حنينة أوي عليا، بس ما كنتش متخيلة إن بابا يوصل بيه الوضع لحد كده. حاولي تهدي علشان خاطر أمك دلوقتي في دنيا تانية، لأنها خلاص عجلها راح من اللي عملوا فيها أبوكي وأبوي. أنا كل اللي هقدر أعمله دلوقتي إنك هتاخدي حقك كامل من أبوي، أما أمك أنا ما سبتهاش من أول ما وعيت على الدنيا، ودلوقتي هي هتفضل في عيني انت وهي يا حسناء. حسناء مسكت معدتها بألم وراحت رجعت في الباسكت. أسد اتكلم وقال جرى ايه؟ تعالي نروح للدكتور بقى، انت شكلك تعبان. ونزلوا من مستشفى المجانين وراحوا للدكتور. الدكتور اتكلم وقال الترجيع ده عادي، هي في الشهر التاني من الحمل. حسناء بكل برود حمل؟ حمل ايه يا دكتور؟ انا مش عاوزة، ارجوك اكتب لي على اي علاج لاني عاوزة انزله. هو مش المفروض انكم متجوزين؟ ايوه طبعا يا دكتور. في ايه يا حسناء مالك؟ قومي معايا. ونزلت حسناء معاه. واول ما بقوا تحت حسناء اتكلمت وقالت الحمل ده لازم ينزل النهارده. بس انا عاوزه يا حسناء، انا عاوز حاجه منيكي. مني انا؟ ازاي؟ انا مش طايقاك يا اخي، انتوا عاوزين مني ايه كلكم؟ لا اب طلع عدل ولا ظهر ولا زوج كمان، انتوا بتلعبوا عليا لعبه سخيفه. وفضلت تقول كلام من ده كتير وكله متلخبط. في اللحظه دي اسد شدها اخدها في حضنه وهما في الشارع اتكلم وقال اهدي يا حبيبتي، حقك عليا اني، والله لا اجيب لك حقك منيهم كلياتهم. بعدته عنها وقالت انت متجوزني غصب عنك يا اسد. بس حبيتك. ايوه، اما اتاكدت اني مش مشوهه زي ما كنت بتعايرني وبتقولي. لا من قبلها، انا حبيتك من قبل ما اشوف وشك. انا كنت بحس بغيره رهيبه من اخوي وهو بيضحك وبيهزر معاكي
ومعرفش انتوا بتتكلموا في ايه. وعيطت عياط هستيري، وقتها حضنها وبسها من راسها. اتكلم وقال: دموعك زي مية النار في قلبي، أرجوك يا نن عيني بلاش تبكي، اوعي تبكي تاني عهد، أقسملك إني أحارب الدنيا كلياتها علشان أساعدك. وأخدها وراحوا على السراي، وأول ما وصلوا أخدها في حضنه وفضل يلف بيها في المكان كله وشالها بين إيديه. وطلعوا فوق على أوضتهم. أول ما اتقفل عليهم باب واحد سرح في جمالها، شال النقاب من على وشها وبدأ يلمس خدودها، حضنها وبمنتهى الرقة وقال لها: تعالي هنيه معايا، اقعدي جاري، عاوزك في كلمة سر. وقعدوا مع بعض على السرير. كمل كلامه وقال لها: خطفتيني كيف ومن أول نظرة، عمر ما في مرة في البلد ولا حتى برا البلد قدرت وعملت اللي انت عملتيه. وسرحوا الاتنين في بعض، ولحد لما راحوا لعالمهم الخاص. ولفت الأيام وسيف اتجوز أمال وحسناء وواجهت خالها واعترف بيها أخيرا، وأخدت حقها كامل منه. بعدها قطعت الكلام معاه لأنه كان السبب في اللي أمها وصلت ليه، وبدأت تزورها وبقت رايحة جاية عليها. ومش هي لوحدها، هي وأسد كمان. أسد اللي وصل لمرحلة إنه بقى بيموت فيها وتعلق بيها جامد، وما كانش فيه أسرع من الأيام. حسناء خلفت وجابت يسرى واللي سمتها على اسم أمها.